تعالوا نتكلم كده على شوية emulsifier او الشموع اللي معانا اللي بنستخدمها في اغلب المنتجات بتاعتنا او التركيبات. شموع زي ايه مثلا؟ مشهور قوي 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 السيتوسترايل الكحول. السيتوسترايل الكحول ده مشهور قوي، بيتقال عليه لانت او. تمام، وده شكله بيبقى على شكل بيلتس كده، بس شكل الشموع مش هتفرق لان هي بتختلف حسب منشأها جايه منين. تمام، اللانت او ده هو ليه اتش ال بي عالي، فبيبقى ايه يعني اتش ال بي عالي؟ يعني هو بيحب الميه اكتر. تمام، زيه مين السيتوسترايل الكحول ده؟ زيه الستايل الكحول، بس الفرق بينه وبين الستايل الكحول، الستايل الكحول اللي هو لانت 16 بقى، مش لانت او، لا لانت 16. الستايل الكحول بس بيغير شويه. تمام، بيغير شويه، بيدي ملمس تجير كده، فعشان كده احنا يعني بنحطه بنسب معينه، ما بنحب نستخدم معاه حاجه تانية. تمام، طيب ايه تاني معايا من الشموع؟ معايا الكرودافوس. الكرودافوس ده اهو، الكرودافوس ده من الشموع اللطيفة جدا الممتازة، بالذات في حاجات الشعر. ليه؟ لان هو اصلا بيرطب الشعر. هو من ضمن الشموع اللي هي اللطيفة، ما بتعمليش مشاكل خالص في التركيبة. بيلتس برضو ممكن يبقى شكلها غير كده. ممتاز في تركيبات الشعر لان هو نفسه كشمع بيرطب الشعر، فعشان كده حلو قوي في لما اعمل بيه قاعدة كريم شعر، كريم تصفيف للشعر. تمام، طيب ايه معايا تاني؟ الإيمالجين. الإيمالجين بي 2. الإيمالجين في منه ارقام، يعني في بي وفي بي 1 وفي بي 2. تمام، الإيمالجين بي 2 اهو شكله ده، شكله فليكسز. تمام، وقلنا الشكل بيختلف حسب المنشأ. تمام، طيب في حاجة معانا تانية بيقولوا عليها ايه؟ الجلايكول دايستيريد، بس انا مش موجود معايا الجلايكول دايستيريد، بس هو مش موجود معايا. الجلايكول دايستيريد ده بيقولوا عليه المصدف. احنا عارفين الايبرلان. الايبرلان ده اللي هو ايه؟ المصدف ده اللي هو بيديني الشكل اللؤلؤي للحاجة. تمام، الايبرلان ده سائل. تمام، المصدف بقى الشمعي اللي هو الشمع المصدف منه اللي هو الجلايكول دايستيريت، لما بيتحط في القاعدة بيعمل لي بيرلينج افكت او بيرلايزنج افكت، بيديني الشكل المصدف او اللؤلؤي، الشكل اللؤلؤي اللي في الشامبو ده. تمام، الصورة السائلة بقى اللي هو الايبرلان. يبقى الجلايكول دايستيريت ده الشمع المصدف، الصورة السائلة بتاعته الايبرلان. طيب المصدف الشمعي بقى اللي هو الجلايكول دايستيريت اللي هو المصدف الشمعي ده، بقدر احطه بنسبة 1 ل1.5% بالكتير قوي يعني، لانه شمع فهيتقل معايا التركيبة. لكن السائل ممكن احطه لحد 3%، بس السائل برضو فيه بعض العيوب يعني. تمام، هما دول اللي بيدوا الشكل اللؤلؤي للشامبو. يبقى الجلايكول دايستيريت ده المصدف بس الصورة الشمعية بتاعته. تمام، يعني بيبقى يعني هو اصلا الايبرلان المصدف السائل ده بيعملوه عن طريق ايه؟ عن طريق الجلايكول دايستيريت ده مع شوية يحملوه مع بتاين او حاجة ويديك الصورة السائلة بتاعته. طيب في عندي البي تي ام اس. البي تي ام اس انا المفروض كان عندي البي تي ام اس بس مش لاقياه دلوقتي. البي تي ام اس ده برضو من الشموع المشهورة جدا، بتحمل الشحنة الموجبة. هو الشمع الكاتايونيك هتلاقوه هو، وحاجة تانية في الاخر هنقولها كاتايونيك زيه. تمام، هو اللي بيحمل شحنة ايه؟ موجبة.
يبقى البي تي ام اس ده بيحمل الشحنة الموجبة زي البي سي واكس، بس البي سي واكس ده بنقول عليه سيلف امالسيفاين. هو والاي واكس والبي سي واكس بنقول عليهم سيلف امالسيفاين، يعني هما مش محتاجين حاجة معاهم. تمام، بيبقى عبارة عن مثلا في سيتوسترايل مع توين مع حاجات سيرفاكتنت او ما الى ذلك. البي سي واكس والاي واكس لو حطيتهم على الووتر باص وحطيت ميه هيديني على طول كريم. تمام، بس الاي واكس عيبه بس ان هو بيديني صوبي تكتشر، بيديني زي ملمس صابوني كده على اثناء الاستخدام. تمام، البي سي واكس والاي واكس دول سيلف امالسيفاين. البي سي واكس بقى عليه شحنه موجبه كاتايونيك، فمين زيه برضو عليه شحنه موجبه؟ البي تي ام اس، بس البي تي ام اس مش سيلف امالسيفاينج، لا البي تي ام اس ده عليه شحنه موجبه، والبي سي واكس عليه شحنه موجبه، بس البي سي واكس سيلف امالسيفاينج زي الاي واكس اللي هو امالسيفاينج واكس، والبي تي ام اس ده مش سيلف امالسيفاينج. بنحطه في منتجات الشعر، حمامات الكريم والبلسم، لان هو عليه شحنه موجبه يعني كونديشننج ايجنت. تمام، ممكن احطه في حاجات التصفيف بتاعه الشعر بنسبه قليله جدا جدا، ماكسيمم 1%، معلش من 1% واقل بكتير كمان. ما احطوش بتركيز عالي في الحاجات الليف ان على الشعر. تمام، هو بيتحط في المنتجات بتاعه الشعر الووش اوت. طيب هو مشكلته ايه بقى؟ البي تي ام اس ده الذوبان بتاعه صعب جدا، يعني لو حطيته على الووتر باص هنرجع تاني يوم هنلاقيه برضو ما دبش. فبنعمل ايه؟ بنحطه في ميه مغليه ونضربه بالهاند بلندر بيدوب على طول. يبقى البي تي ام اس الذوبان بتاعته من ضمن عيوبه ذوبانه صعب جدا جدا جدا. طيب ايه بعد كده؟ البيز واكس اهو، ده شكله مش عارفه باينه ولا لا، الحبيبات بيلتس برضو بيضة. الاصلي بتاعه بيبقى البيلتس لونها اسمه ايه ده؟ اصفر. ده البيز واكس، بصوا ده البيز واكس اللي هو مش معموله ريفايند، يعني بيبقى لونه اصفر، بيلتس لونها اصفر او بيضة زي بتاعت من شوية. تمام، طيب البيز واكس ده هو مش مستحلب، يعني مش هيديني استحلاب، ولكن مناسب جدا ان هو بيرفع القوام، هو بيدي قوام. عشان كده بيستخدموه في الحاجات البالم، في الهير بالم، في الليب بالم. تمام، هو مش ايمالسيفاي، مش هيعمل ايمالسيفيكيشن، مش هيديني استحلاب، هو بيرفع القوام، بيعمل لي تصلب سريع كده جدا. يعني مثلا لو انا مثلا حاطه باودر زي السلفر او اي حاجه، مثلا باودر في مرهم، بعد ما يجمد وادخله التلاجة هلاقي ان الباودر فصل وترسب من فوق كده. لما بزود نسبه البيز واكس شويه، بحط البيز واكس دي وازود نسبتها، بتعمل لي تصلب سريع جدا، ما تخليش الباودر يبقى فوق كده او يفصل عن المرهم. وبتبقى طبعا بتديني قوام في الليب بالم والهير بالم وكل الحاجات البالم، بتديني القوام بتاعها. تمام، طيب ده بالنسبة للبيز واكس. طيب في عندي برضو الستيريك اسيد اهو، الستيريك اسيد بيبقى شكل بودرة كده. تمام، الستيريك اسيد ده اخدناه احنا في كلية الصيدلة، اخدناه في الفانيشنج كريم، هو الامالسيفاينج ايجنت اللي كان في الفانيشنج كريم. بيربط اكتر كل ما ارفع البي اتش، يعني لما البي اتش بتبقى اكتر بيربط هو اكتر، بيبقى حلو في البي اتش الاعلى. تمام، ده الستيريك اسيد، واكتر استخداماته كانت في الفانيشنج كريم. طيب يبقى البيز واكس اللي من شويه قلنا عليه، البيز واكس ما ينفعش كايمالسيفاينج ايجنت لوحده، يبقى انا بحط الايمالسيفاينج ايجنت بيز واكس ده عشان ارفع القوام. لازم يبقى معاه حاجه زي الستيريك اسيد اللي انا تقو الحاجات دي. تمام، اشكال الشموع سواء بيلتس او فليكسز او شكلها ايه بيبقى على حسب اختلاف المنشأ او بتاع، ما بيهمنيش في اي حاجه شكل الشموع. هنكمل ان شاء الله في فيديو تاني بقيه الشموع والإيمالسيفاير والسيرفاكتنت.